الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. كما تعلمون يعاني المواطن بسبب ظروف وويلات هذا الحرب. أنشأنا جسم من منظمات وطنية أسميناه ائتلاف المنظمات الوطنية السودانية، ودي حتى انه يعني تقدم القدمات لكافة المواطنين، وحتى انه يكون هنالك تنسيق مع المنظمات المحلية والمنظمات الخارجية من اجل مساعدة المواطنين وتقديم كل ما يحتاجه المواطن في حياته اليومية. يعني امام الجميع مجموعة من الاسر محتاجين الرمضان خادم، فان شاء الله هنا بنستمع لآراء الناس محتاجين لشنو في رمضان. الناس دي ظروفها كلها عامة ومحتاجين، والله ما في زول ما محتاج، بس كلهم جايين من حتات بعيدة عشان يلقوا الحاجة البسيطة دي يعني للمواطن. ولا عندنا أي حاجة لرمضان، يعني بس ماشيين على الأبواب بس وشوفوا جعانين، والكبار والناس الصغار كلهم والله جعانين. تعبنا والله تعبنا، يعني حرام عليكم والله العظيم حرام. يعني طيب دي من آراء المواطنين، وطبعا يعني دي نتيجة لظروف هذا الحرب والمعاناة معروف لكل الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. والله احنا كلنا يعني محتاجين كده، دايرين السكر ولا اي حاجه يعني طبعا لرمضان، يعني الناس كلها دايره. السلام عليكم. بس لو ساعدتوني كده يكون عملتوا خير هنا، يعني اديكم العافيه والصحه وكل يعني ساعدتوني ما قصرتوا يعني. نحن طبعا يعني كالعادة كائتلاف المنظمات الوطنية السودانية في كل يوم الخميس وكل يوم الاثنين بنحاول بنوزي للمواطنين الشيء الموجود المتاح عندنا، سواء كان يعني من الخيرين أو من إمدادات الدعم السريع اللي هو الآن بيتخاصم كل ما عندهم المواطنين. ونأمل يعني أن يتم إيقاف هذا الحرب اليوم قبل غد، حتى يعني ينعم المواطن بأمن وسلام واستقرار ويعود الحياة كما كان. فلذا يعني نتمنى من المنظمات الوطنية أن تساهم معنا في مساعدة المواطنين، ونتمنى أيضا من المنظمات الخارجية يعني يساعدونا في أنه نقدر يعني نساعد المواطنين أو نساهم في انه نحلل قضايا المواطنين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعه نحن بنعاني، نحن الشعب امهات بقينا بنعاني. انا بناشد كل الغاده انظروا لحالتنا دي، نحن بنجي من الصباح الساعه 6 الساعه 7 بنكون قاعدين هنا منتظرين حاجه عشان نجي نعملها وجبه للاطفال، وبعد ما بنلحق في اي شيء. انظروا لنا يا جماعه، احنا ديل عانينا يا جماعه، انظروا في امرنا، الله يرضى عليكم جميعا. طيب بالنسبة للمواد اللي بيوزعوا لكم كل خميس وكل اثنين، مثلا بتقدي الأسرة لكم يوم، هي مواد بسيطة لكن برضه يمكن يعني تساعد الأسر في الظروف الحرجة دي، بتخطكم كم يوم مثلا، وإنه المواد ذات عشان بيدوكم ليه من هنا؟ والله يا أخي كانوا بدونا فاصوليا وفول سوداني وفول مصري وحبة دقيق، يعني الليلة بكرة بينتهن، يعني حاجة ذاتها ما بتكفي، لا فيها زيت لا فيها بصل لا فيها داك لا فيها سكر، وعندنا شفع لا في لبن لا في حاجة. احنا بنعاني معاناة شديدة يا جماعة، احنا انتهينا خالص والله، بقينا صابرين بس على الله تاني. طيب هسه يعني نحن دخلنا المخزن وعرفنا انه الان المواد دي ما موجود، الشيء الموجود انه في يمكن عدسية اللي هو معروف، ولا ممكن في أرز، يعني ما في حاجة تاني متوفر، لكن إن شاء الله على حسب المعلومات اللي عندنا في خلال الأيام القادمة إن شاء الله هتكون هنالك مساعدات خادمة. الشبكة الوطنية للإعلام الحر تحياتي.